إذ كشف هول العنف الكامن والتقصير في حماية لا الأبرياء فقط بل المشتبه بهم والمجرمين. فما هي قصة مأساة صانع المأساة في كترماية، مع الاعتذار عن الصور والمشاهد القاسية التي ستعرض خلال التقرير؟ قتل أهالي بلدة كترماية محمد مسلم المصري الجنسية والمشتبه بتورطه في ارتكاب الجريمة التي أودت بحياة المسنين يوسف وكوثر أبو مرعي والطفلتين آمنة وزين الرواس. وطاف الأهالي بجثته في شوارع البلدة تارة سحلا وتارة أخرى بوضعها على مقدمة السيارة وسط إطلاق نار وصرخات غضب وتكبير وتصفيق وهتافات تقول بأن الله اقتص من المجرم. الأهالي الغاضبون وصلوا بجثة المشتبه به إلى ساحة البلدة ورفعوه على عمود للكهرباء وسط ارتفاع حدة الغضب والهتافات وعلقوه هناك، فتدلت جثته أمام حشد كبير من أهل البلدة، وبقي الوضع على هذه الحال لنحو 20 دقيقة قبل أن يقتنعوا ببعض المناشدات، فأنزلوا الجثة وجروها مجددا في الشارع الرئيسي للبلدة وسلموها لعناصر من الجيش اللبناني تولت نقلها إلى خارج كترماية، فيما بقي الأهالي محتشدين أمام خلية مسجد البلدة وشاركوا في تشييع الضحايا الأربع الذين سقطوا نتيجة الجريمة المروعة. المشتبه به محمد مسلم كان يقيم في كترماية ومنزله ملاصق للمنزل الذي حصلت فيه الجريمة، وقد أوقف لدى قوى الأمن الداخلي في مخفر شحيم على ذمة التحقيق ليلة الأربعاء الخميس، بعدما أفادت المعلومات بأنه آخر من شوهد في المنزل المستهدف. وأشارت المعلومات إلى أن تناقضات ظهرت في أقواله خلال استجوابه، ولا سيما لناحية أماكن تواجده وقت حصول الجريمة، كما أن عناصر قوى الأمن عثرت في منزله على كنزة عليها بقع من الدماء، وقد أخذت عناصر المباحث العلمية عينات منها وعينات من دماء الضحايا لإجراء فحوصات الحمض النووي ومطابقتها والتأكد ما إذا كانت الدماء على الكنزة عائدة للضحايا. هذا بالإضافة إلى أن المشتبه به كان ملاحقا في السابق بجرم محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر. التحقيقات كانت تستكمل في الساعات الماضية في مخفر شحيم بإشراف قائد الدرك العميد أنطوان شكور وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وبإشراف الجهات القضائية المختصة. وبعدما غادر العميدان شكور ويحيى المخفر، قرر المحققون اصطحاب المشتبه به إلى مكان الجريمة لسؤاله عن بعض الوقائع، فاصطحب 6 عناصر من قوى الأمن بسيارتين المشتبه به وتوجهوا به إلى بلدة كترماية. ولدى وصولهم إلى هناك شاهده الأهالي الذين كانوا تجمعوا منذ الصباح على جانبي الطريق الرئيسي، فأوقفوا السيارتين وهاجموا من بداخلهما من عناصر قوى الأمن وتمكنوا من الوصول إلى المشتبه به وانهالوا عليه بالضرب. وحاول عناصر قوى الأمن إنقاذه والفرار به، إلا أنهم لم يتمكنوا، فأجهز المهاجمون عليه محققين العقاب الذي يجب أن يناله بنظرهم. حال الغضب والحزن كانت سيطرت على كترماية منذ اللحظة الأولى لجريمة قتل المسنين والطفلتين، وكان الجميع يتساءلون عن الذنب الذي اقترفه هؤلاء كي يقتلوا طعنا وبوحشية كبيرة، لافتين إلى أن هذه العائلة هي من العائلات الفقيرة في البلدة، وأن الجد ووالدة الطفلتين كانا يعملان جاهدين من أجل تأمين لقمة العيش، خصوصا بعدما وقع الطلاق بين الأم وزوجها الموجود في الدمام في المملكة العربية السعودية. استغل الفرصة هالإنسان المجرم هيدا وفات على البيت، طعن جوز خالته، يعني إجرام لا يوصف. طعنوا بزلعوم من هون بالسكين، وطعنوا بقلبه 6 طعنات، وطعنوا بظهره 6-7 طعنات، وطعنوا بعينه، ورميه بأوضته وحطه بالتخت، مقفل الباب عليه ومسكر بالمفتاح، دت المفتاح تحت الاوضه لجوا، وناطر خالتي لترجع عامل يعني عامل حسابه لكل شيء، يعني مخطط ومحضر كانه عامل حسابه بده يعمل جريمه لاكثر من شهر او شهرين عم بيخطط لها. فات خالتي على البيت، اخذ خالتي اخذها على الحمام الداخلي، نفس الشيء عمل، طعنها كذا طعنه بالسكينه، مشوه فيها قصص لمنخاره، يترقب بدماغها من هون، مشوه بشكل كثير غريب بالجته، وناطر رجع لاولاده كمان حطها بالحمام ومسكر الباب عليها، وناطر الاولاد ليجوا جايين الاولاد، محاوله وحده منهم تهرب بالظهر، طريقها بالسكينه شايل لها شقفه من ايدها من هون، ورميها طريقها بظهر 3-4 طعنات، وركض للثانيه.
طعن الثاني، كل وحده حطتها بحمام، ضربهم. البنت الصغيره عمرها 7 سنين 23 طعنه فيه بجسمها. في كترماية كانت تكاثرت الدعوات للدولة من أجل كشف الجاني بسرعة ومعاقبته كما يستحق، وكان جميع سكان البلدة ينادون بإعدام من تثبت عليه التهمة في المكان الذي ارتكب فيه الجريمة. المطلوب بالنسبة لنا أمرين اثنين. الأمر الأول أن تثق ويثق أهل كترماية بالدولة، ويثقوا بقدرة الدولة على معاقبة المجرمين اللي هن ارتكبوا هذه الجريمة واللي كانوا وراء هذه الجريمة. والمطلوب كذلك من الدولة، من الأجهزة الأمنية، من الأجهزة القضائية، أن تقوم بواجباتها كاملة، لأنه لن نقبل إلا بمعاقبة المعتدي، وسيعاقب هون في ساحة كترماية. بعد مقتل المشتبه به قد تكون سلامة التحقيق والوصول إلى نتيجة حاسمة في شأن الدوافع أمرا مشكوكا به، وتبقى المشكلة الأكبر في أن يشكل ما حصل في كترماية سابقة يلجأ لمثيلاتها لبنانيون آخرون لأخذ حقهم بيدهم واعتماد عدالة الشارع بدل عدالة القانون.